بسم الله. هو بس كان الهدف من اللقاء ده إن هو يكون دردشة أكتر منه أي حاجة تانية، يعني ما هو كنت أنا عايزه بشكل شخصي أفيد منه شخصيا يعني. بس قلت إيه، بالمرة نعمله ريكورد بحيث إن لو في حد يعني عنده نفس الأسئلة أو كده ما نعيدش الموضوع تاني يعني. بس فبداية كده أنا كنت عارف إن يحيى كان عنده فيسبوك، وهو حتى الآن عنده انستجرام يعني. حسين أنت كان عندك فيسبوك صح؟ ولا ما كانش عندك قبل كده خالص؟ انا عندي فيسبوك اه. تمام، يعني انتوا مم. يعني تقريبا كده المشترك ما بيننا كلنا ان كلنا كان عندنا سوشيال ميديا او انتوا الاثنين، بغض النظر عن لسه عندي. فهو كان السؤال، نبدا اول حاجه بيحيى، يعني اشمعنى ليه سبت الفيسبوك وفضلت على الانستا؟ يعني ايه الفرق؟ الفرق بالنسبة لي كان أكتر اللي أنا بدور على الراحة النفسية أكتر والراحة العقلية أكتر من مجرد اللي أنا ببعد عن السوشيال ميديا لهدف تاني. الفكرة الفيسبوك فترة معينة كده اتحول كله لخناقات. كل واحد بيحاول يظهر رأيه بشكل معين حتى لو هيستدل بدلائل واهية لمجرد اللي هو يطلع صح. فأنا لاحظت نفسي إن أنا ساعات بنجرف للنقاشات دي، وبتضيع عليا وقتي وطاقتي في حاجه انا مش عايز اضيع طاقتي عليها. فعشان كده ابتديت ابعد عن الفيسبوك واحده واحده. بالنسبه للانستجرام بالنسبه لي هو نوعا ما كنترولد اكتر، انا بكنترول الكونتنت اللي انا بشوفه. فده عشان كده انا استمريت على الانستجرام اكتر شويه، حتى هتلاقيني موجود عليه اكتر شويه. انما بالنسبه للفيسبوك انا لغايه دلوقتي لسه اوف لاين، ما بستخدموش يعني. لكن ما مسحتش الاكونت بشكل دائم يعني؟ اتس دي اكتيفيتد. تمام. لان انا بدات الفيسبوك بتاعي من فتره كبيره، من 2007 مثلا. فعليه يعني عليه ناس اعرفها من زمان، عليه ميموريز قديمه. فنوعا ما مش عايز امسحها كلها، بس انا ما بدخلش عليه بقالي مثلا كذا سنه لغايه دلوقتي ما دخلتش عليه. ما شغلتوش حتى، هو ستيل دي اكتيفيت. تمام. حسين انت قافل الفيس وقافل الانستا وحاليا على تويتر من وقت لاخر يعني. اه، اشمعنى؟ ولينكد ان برضه نفس من فتره. السؤال، ولينكد ان. لا، ونفس السبب، لينكد نفس ان معظم. سايبه يعني، مش هنعتبر لينكد ان سوشيال ميديا حاليا لان سايبه ما سؤال، هو كام سؤال. عشان كده يمكن. اه، فخلينا ليه تويتر وليه قفلت الباقي يعني؟ هو بالنسبه للفيسبوك هو يمكن نفس المشكله اللي كانت عند يحيى، اللي هي الجدالات اللي ملهاش لازمه. وبعدين بالنسبه للوقت بيضيع وقت كتير جدا منك، ممكن تقعد نص ساعه. بعدين في البدايه اول ما الفيسبوك نزل كان لطيف يعني، ممكن تعمل تشوف حاجات بتاع. بعد كده انت بوقتك مع الوقت يبقى ضيق قوي. وبعدين طوروا الخوارزميات بتاعتهم بحيث يخلوا الفيسبوك ذات نفسه وسيله للادمان. فانت حبيت تقعد مثلا 5 دقائق تلاقي نفسك قعدت نص ساعه. وتقول مثلا هقعد بس اتابع شويه اخبار وحاجه، تلاقي نفسك قعدت ساعه، نص ساعه، ساعه، ساعه ونص. وانت وراك حاجه تعملها، فبيضيع وقت كتير جدا منك وانت مش حاسس. فده بيبوظ لك حاجات كتير جدا. فانت بقيت تتابع الناس كلها وانت مش عارف تتابع نفسك، انت مش عارف انت عايز تعمل ايه في حياتك. تفتح الفيسبوك، تك 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 تك، تشوف صور الناس، وبعد كده تعمل لايك، وبعد كده تبتدي تعمل كومنت، وبعد كده تستنى حد يعمل لك لايك على الكومنت، تستنى حد يعمل لك كومنت على الكومنت اللي انت عامله. فانت بتروح في طريق في الاخر ملوش قيمه، مش حقيقي. تمام، بس انت كان ليك فا تجربة كمل. طب تمام. ايوه. كان ليك تجربة مميزة. انا بقى دي سؤال برضه هستفيد منه بشكل شخصي. انت كنت عامل الجروب اللي هو بتاع الكوانتم بيولوجي، كان جروب علمي وجروب كبر ودخل فيه ناس من جنسيات مختلفة. دي كانت ممكن تبقى وسيلة يعني انك تعمل حاجة، مثلا انت بتتكلم في حاجة انت بتحبها او حاجة علمية، انت ذا بلاتفورم انت بتحبه وانت اللي عملت كرييت ليه. فليه ما كملتش يعني؟ على الاقل ابقى على حاجة زي كده، تخش من حل اخر لحاجة زي دي بس. لكن انت ما لا، هو سبت كله عادي وراك انا ما. سبت انا كان خدت قرار ان اسيب كل الفيسبوك. انا كان معايا 2 زمايلي في البيج دي، وقلت لهم خلاص خليكم انتوا اللي في البيج دي. بعدين هم كل شويه يعني كانوا بيأنبوني. يعني من ساعه ما سبت الفيسبوك يمكن لحد دلوقتي يا حسين، الصفحه. بس انا هو انا ما بتكلم عنديش في الحتة الطاقه ان دي انا اقدر، بالظبط. ما كانش عندي الطاقه ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده. وانا كنتش انا بعدين لغايه دلوقتي مش شايف ان انا هاخدها بشكل احترافي قوي. فانا بحب اخد حاجه
خدها بشكل احترافي، مش هضيع، الوقت اللي هضيعه فيه هيكون وقت حقيقي، واللي هطلع منه بنتيجه كويسه، مش مجرد ان انا اقعد عندي صفحه اعمل اشير شويه حاجات كده، تجيب شويه لايكات وخلاص. في الاخر ما عملتش تاثير حقيقي، عملت تاثير اللي اعتقد هو برضو تأثير هو لايكات وكومنتات. اعتقد برضو ان الفيسبوك برضو مش هيدي لك مساحه اللي انت تركز في الحاجه اللي انت عايز تعملها دي، زي ما كنا بنتكلم. وهتلاقيه كل شويه بيشدك، انت بتتشد لحاجات جانبيه. يعني انت لو عايز تركز على الصفحه بتاعتك ممكن تعمل كده، بس هتلاقي نفسك برضو بتتشد في مواضيع جانبيه انت في غنى عنها. اعتقد ده برضو من الاسباب اللي خلتني برضو ابعد عن الفيسبوك. مش هتقدر تركز في حاجه واحده. تمام. انا برضه اروح للسؤال التاني وهو متصل. الفيسبوك. اوكي اتفضل. لا، كمان. اوكي. الفيسبوك مش بقول اللي هو وحش، هو في عليه حاجات مفيده. يعني ممكن انا اكون مثلا استغنيت عن فرصه ان انا مثلا الاقي مصادر معرفه، حد بينشر معلومات معينه الواحد يستفيد منها. فعليا الكلام ده موجود، بس هو ميكس قوي مع حاجات تانية هتضيع لك وقتك وهتضيع لك اليور بيس اوف مايند. فده بالنسبه لي القيمه بتاعته اعلى من اللي انا هكتسبه لو فضلت على الفيسبوك. قصدك قيمة ان انا اسيبه هتبقى افضل او اعلى من ان انا افضل عليه اعلى يعني؟ طبعا من قيمه اللي انا افضل عليه بالظبط. طب ماشي، هروح برضو لسؤال تاني يعتبر برضو هستفيد منه بشكل شخصي، الا وهو لو انت مغترب او بعيد عن او عن شغلك، بعيد عن اهلك، بعيد عن اصدقائك، اتواصل م. ازاي مع الاصدقاء او مع الاهل في حين ان انا قافل السوشيال ميديا بتاعتي؟ نبدأ بيحيى. اوكي. ازاي؟ هو حد عنده جواز، حد التواصل. عنده عزا، م. تعرف منين؟ التواصل ليه كذا مين. ممكن تواصل اللي احنا نتكلم في التليفون في كذا بلاتفورم تاني بيبقى مور سبيسيفيك، مثلا زي الواتساب مثلا. الواتساب انت ممكن هينزل حد مثلا لو في مثلا حاله وفاه او حاجه او في فرح او حاجه، ممكن حد ينزل ستوري او حاجه، بيظهر عند الناس اللي او الفريندز اللي عندك، الكونتاكتس بتاعتك كلهم، بيظهر ان انت في ايفنت حصل او في حاجه معينه حصلت. نقدر نبعت مسجز لبعض او نقدر نتكلم. فالواتساب بالنسبه لي بلاتفورم مش هيشتتني زي الفيسبوك. ده بالنسبه لي انا، ده التواصل بالنسبه لي ممكن اتواصل فيه حاجات بديله كتير، يعني مش هو ده النهايه. لانك اه انت بس برضو زي ما بقول لك. اتفضل. انت كده حصرت مجموعه الاصدقاء هم اللي معاهم رقمك فقط. يعني انا قصدي مثلا ساعات بقى عندك اصدقاء مثلا ابتدائي او اعدادي، في ناس يعني في ناس انا متواصل معاهم عن طريق الفيس، مش اصدقاء اللي هم بتوع المرحله اللي انا موجود فيها دلوقتي او مش معاهم رقمي حتى. ده بالعكس، انا لقيتهم تاني على الفيس، يعني بعد فتره من الزمن بالانقطاع لقيتهم تاني على الفيس وبدأ التواصل يرجع تاني ما بيننا بسبب الفيسبوك مثلا. فحاجه زي كده انت عملت يعني سيفن او اليمينيشن للناس دي كلها كده، شلتهم من التفاعل معاهم، صح مظبوط. كده؟ دي حاجه حقيقيه فعلا موجوده وحاجه انا مريت بيها، بس الفكره احنا كل ما بنكبر كل ما السيركل بتاعتنا بتصغر. كل ما السيركل بتاعت الناس اللي حوالينا او الناس اللي انا اي تراست ذم او الناس اللي انا ببقى عايز اتواصل بيهم بتصغر. مش بقول لك ان انا الناس دي، انا بالنسبه الفيسبوك الناس دي كانت موجودين عندي على الفيسبوك زي ما انت بتقول فعلا. بس انا دلوقتي في حياتي الحاليه النوع ده من التواصل مش هيضيف لي حاجه. ممكن تبص على الموضوع بشكل اناني شويه. انا يعني اه ممكن حد يجادج مي از اللي هو اناني. بس هو الفكره مش في كده. الفكره انا برضو بدور، انا حطيت الراحه الشخصيه فوق اعتبارات تانية كتير. يعني انت قصدك لما نضيق السيركل ده يؤدي لراحة نفسية، مش التواصل هو اللي هيؤدي لده؟ قصدك ايه؟ يعني لما اكبر دايرة الاصدقاء واللي انا بشارك معاهم يعني مشاكلي او حياتي او ده يخليني مرتاح اكتر ولا متضايق اكتر؟ هل هسألك، هل انت مثلا سؤال مثلا، معلش انا اسف، انت عندك تمام كام تمام صديق على الفيسبوك مثلا فور اكزامبل؟ خلينا نقول 500. ديفينتلي تمام. انت السيركل اوف كونكشن بتاعتك عمرها ما هتبقى ال 500. فانت مستحيل طبعا، باي تايم مظبوط. كده هتلاقي نفسك بس كونكتد مع 30 40 واحد. مظبوط. وهتلاقي الكونكشن مع مثلا 50% منهم بتنحصر على سلام عليكم ازيك من كل مثلا كام شهر. طيب، مظبوط. ايه اللي انا استفدته من حاجه زي كده؟ اللي انا واحد مثلا ما فيش بيني اي علاقه، ما بنطورش العلاقه بشكل معين، وكل كام شهر مثلا بسلم عليه ازيك اخبارك ايه. طب ما احنا لو عايزين نطور العلاقه اكتر ممكن مثلا نتكلم على الواتساب اكتر، على الاقل يبقى فيه تشانل للتواصل اكتر ومور، يعني في فوكس اكتر غير الفيسبوك.
انت ممكن تشوف مظبوط بوست لواحد كلام. صاحبك وتروح سائل عليه، وساعتها بعد شويه هتنساه خالص. صح صح. فده بالنسبه لي انا. بالعكس انا شايف ان في ناس حتى دي لاحظتها في موضوع العزا، يعني في ناس هو طالما قال لك بقال الله في الكومنت خلاص، هو مش لازم حتى يجي يحضر العزا او يتصل بيك حتى لو كان صديق مقرب يعني. مهم. يعني الموضوع قلب عكسي شويه في بعض الاشياء يعني. بالظبط، دي هتاخدني نقطه تانية بس ممكن نتكلم عليها بعدين، يعني في قدام تمام. في النقاش. حسين انت تقريبا اكتر واحد فينا قاش البلاتفورمز بتاع السوشيال ميديا كلها تقريبا زي ما قلت لك، ما عدا تقريبا ال... التويتر، وساعات بتقفله كمان. فانت عامل ايه في الموضوع؟ وكمان مغترب، فانت بالنسبه لموضوع التواصل مع الاصدقاء او الاقارب، آه، ايه الموضوع ده بالنسبه لك؟ مش مهم؟ مش فارق التواصل معاك؟ التواصل ما بقاش عن طريق السوشيال ميديا، بتبقى عن طريق عن طريق بيسموها شير بلاتفورم زي الواتساب والكلام ده. ده بيخليك انك انت بتوجه المحتوى بتاعك للشخص بشكل مباشر. فبدل ما انا مثلا بشير حاجه على الفيسبوك، بكلم انا الشخص الو. ايوه سامعني الو. يا يحيى. سامعك تمام. فبدل ما انت بتشير حاجه على السوشيال ميديا، انت بقيت تتكلم الشخص ده بشكل مباشر. بتكلم بقى بكلمه في التليفون، بتكلم في التليفون ده، انت بتتواصل مع الشخص، بتكلمه بيحكي لك حاجات. عمر ما حد هيجي لك هيكتب لك في الكومنت هو مثلا كان حاسس بايه الاسبوع اللي فات، عنده مشكله معينه. مفيش الكلام ده. السوشيال ميديا تبقى السوشيال ميديا تبقى بدل ما هو كان وسيله تواصل اجتماعي، بقت وسيله تباعد اجتماعي. لانك انت بتوهم نفسك انك انت مترابط مع الناس، بس الحقيقه انت مش مترابط معاهم خالص، انت بعيد عنهم. انت بعدت عنهم وبقيت خليت في وسيط في النص. انت بتكتب له كده على الكيبورد كل سنه وانت طيب، خلاص. ما بقاش فيه الموده والرحمه اللي موجوده ما بين الناس ايام زمان. لا، دلوقتي بس انا هل دلوقتي انا بكلم الشخص، بكلمه ببعت له رساله ليه هو مخصوص، فهو بيحس بالاهميه، هو عارف ان انا ببعت له مخصوص عشان انا مهتم بيه. بس ما فدي تعرضش قبل ترد كده دي الموقف ان في يعني زي فرح او حاجه وانت عرفت بعدها بفتره؟ لا. فانا لو انا عشان بتواصل مع الدايره المقربه مني، هم بيقولوا لي لو في فرح، لو في حد، لو في عزاء، في الكلام ده كله. فانا متواصل مع الناس. تمام. فانا ببقى عارف. فانا ببقى بتابع الناس. لو حاجه، لكن لو خبر، لو حد بعيد قوي مثلا، حد مثلا مش عارف اي حاجه مش مهمه، صعب انها تفوتني. تمام انا خلينا. اسف، لو اي حاجه مهمه صعب انها تفوتني. انما لو حاجه مش مهمه، مش لازم انا اكون مهتم بيها. خلينا نقول مثلا الاصدقاء، مثلا تعالى نقسمهم زي المدن كده، اللي هو زون A وزون B وزون C. فمثلا اعتقد السوشيال ميديا تعالى نقول مثلا بتقربنا من الزون C مثلا. انا كده فاهم صح؟ وانت انا ما بالنسبه اعرفش لك لو انت تقصد بايه بالمنطقه الف وب وج. احنا كده عندنا جيم. كذا انون. اه انا لا مش عارف يعني 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 ايه الف مثلا، وب، لا لا، تقصد ايه ايه؟ إيه مثلا، أو الف دي اللي هي المقربه، الاصدقاء المقربين، ب اللي هي الناس اللي حواليك ابعد شويه مثلا بتوع الشغل مثلا. اللي هي الدايره من الدرجه الاولى للدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. اه الدرجه من الناس من الدرجه الثالثه. فالناس الدرجه الثالثه دي برضو آه اللي هو مثلا واحد اتجوز، واحد حاله وفاه. انا عايز ادي امثله تانية يعني، اي موقف حصل له يعني. فانت هتقابله بعد فتره، لو قابلته انت في حاجات كتير جدا فاتتك. ودي حلو. ده برضو ما- حتى ده بيديني لها مجال، اتكلم مع الشخص ده. في تمام. حاله ثانيه هتتهيألي ما تقول له السلام عليكم وعليكم السلام. انا عارف كل حاجه عندك، انا بخش على الفيسبوك، مش محتاج تتكلم، ما تحكيليش على حاجه. مش محتاج اسمع همومك، مش محتاج اسمع افراحك، خلاص انا او انا الاصح. انا عارفهم بالفعل. مش هضطر اسمع عمق المشكله اللي عنده، ان هو خلاص عارف، كتب سطرين عليها، بس هو يمكن نفسه يحكي لحد عن المشكله، نفسه حد يساعده عن الموضوع ده، بس محدش هيساعده، انه محدش فاضي. دخلت على السوق، عملت له لايك، عملت له لاف. دلوقتي بقى في حاجات مختلفه بالتالي بدل اللايك. انا على ايامي كان اللايك بس، دلوقتي بقى في اوبشنز، مهم. يعني صح في صح. في اختيارات ثانيه خالص. هبدأ صحيح. بالسؤال ده بحسين برضو، بعد كده ارجع ليحيى. اللي هي حته برضو الاخبار يا حسين، يعني مثلا في اخبار سواء على مستوى الوطن العربي او على مستوى دولتك او على مستوى، مش هقول لك منطقتك كمان يعني، بس برضو الانسان من طبيعته حتى لو هو مش هتفيده او هتضره الاخبار دي، بس الانسان بيحب يعرف ايه اللي داير في البلد عموما يعني، حتى سواء كان مغترب او غير مغترب. فحاجه زي كده انت بتجيب منين اخبارك وبتاع، بتتواصل ازاي مع الحال مع المجتمع الخارجي ده؟
اللي هو جزء منك في الاول وفي الاخر. سؤال حلو قوي، سؤال ممتاز. في بالنسبه لنوع من الاخبار، في اخبار ممكن تقسمها نوعين. لو حضرنا نقسمها، ممكن نقسم اخبار مهمه فعلا او اخبار حقيقيه ومهمه، واخبار تانية مش عايز اسميها ترندات، بس خلينا نسميها ترندات مش مشكله، اللي هي الحاجات اللي هي بتطلع بسرعه دي، فقاعات يعني. خبر مش عارف مين الممثله، مش عارف مين راحت عملت ايه، مش عارف كذا ده عمل ايه. الحاجات دي تبقى اخبار انت بتحب تسمعها، عايز بس مالهاش قيمه في الاخر، مش هتاثر عليك في اي حاجه في حياتك، مش هتفيدك في وعيك. يعني بالنسبه للوعي، انك انت تبقى واعي، اللي هو انت عارف الدنيا في ايه، لو في ازمه اقتصاديه، في ال- ال- القوانين بتتغير، الكلام ده كله، انت بالنسبه لك لا، انت بالنسبه لك في معظم الاخبار بتبقى اخبار الترندات دي. انما انت لو فتحت مثلا اي جريده، اللي هي اي جريده او اي منصه اخباريه انت متابعها، خلاص انت عرفت الاخبار. بالذات الاخبار اللي هي المهمه، الاخبار العاجله، الاخبار اللي هي بتبقى بيسموها المانشيت او الهيدلاينز. دي انت عارف ان في مشكله كذا، الحرب الروسيه الاوكرانيه، لكن انت مش محتاج تعرف ان في حرب الروسيه الاوكرانيه على الحدود في قريه كذا ضربوا صاروخ توماهوك فالقوات الروسيه جريت. في اخبار كده مفصله قوي، انت مش محتاج تضيع وقتك فيها، لانك انت دي مش شغلانتك، او انت مش هتستفاد فيها. انت بالعكس، دي بقى هتبقى ايه، نوع الادمان، انك انت هتضيع وقتك في اخبار، يبقى عندك وهم المعرفه في الاخر. انت فاكر انك انت عارف حاجه، بس في الاخر لو قلت للشخص ده اكتب لي مثلا مقاله عن الكلام ده، هتلاقي كل الافكار كلها مش هتفيدك خالص. فدي نقطه. بالنسبه للاخبار، انا بتابع الاخبار من المصادر الاصليه. انت هتخش الاخبار هتلاقي مثلا في فيسبوك مثلا، خلينا نقول مثلا جريده الاهرام مثلا، انت بتتابع جريده الاهرام على الفيسبوك. لا، انت خش على الموقع الاصلي ليها، تابعها خلاص. فهي عمليه تنظيم. وبعدين بالنسبه للاخبار، في حاجه اسمها الار اس اس فيد. دي بدل ما انت بتتابع الاخبار، ممكن يبقى عندك الاخبار تيجي لك على الايميل، او انت تشترك على الاخبار كانك زي تعمل سبسكريبشن زي بتاع اليوتيوب كده. ففي طرق كتيره تانيه بالنسبه للحل الموضوع ده، ويبقى عندك وعي. بالعكس، ده بيديني وقت كتير ان اقرا مقالات. يعني معظم الناس بتبقى عارفه الاخبار، اللي هي العناوين فقط، لكن معظم الناس ما بتقراش المقالات. انا بالنسبه لي بطلت السوشيال ميديا، بقى عندي وقت اقرا مقالات، واعرف الكاتب ده كويس، الكاتب ده اي كلام. ده وقتك بيديك حريه. هتتابع الاخبار اللي ملهاش لازمه كتير، هتضيع لك وقتك، مش هتستفاد حاجه. ما اعرفش يحيى، ممكن ما عندك هو يحيى انا عندك. مختلف. اه. بالنسبه لي دي كانت هو بس انا اسف نقطه. يا يحيى، بس ممكن اعيد السؤال تاني عشان محمد احمد دخل معانا فهو هيجاوب طبعا. بعديك. هو احنا كنا بنتكلم يا محمد احمد على ابتعادك عن السوشيال ميديا في اخبار دايره في البلد، وفي اخبار دايره في منطقتك، في اخبار عالميه او دوليه، او حتى على المستوى المحلي بتاع القريه او المدينه اللي انت عايش فيها. انا شخصيا بعرف الحاجات دي عن طريق السوشيال ميديا، خصوصا الفيسبوك مثلا. فاحنا تمام. بنتكلم اللي انت مبتعد عن الكلام ده، بتعرف ازاي؟ حتى سواء اتفقنا او اختلفنا هي مفيده وغير مفيده الاخبار دي، لكن انت كانسان جزء من تواصلك مع المجتمع اللي حواليك، يعني شيء مش هقول ضروري بس هو يعني من البديهيات بالنسبة للإنسان يعني. بس فاحنا كنا بنتكلم ازاي بيتواصلوا أو بيعرفوا الأخبار دي من غير تواجدهم على السوشيال ميديا. فاتفضل يا يحيى. طيب انا بالنسبه لي ده كان يعني دي برضو مشكله من المشاكل اللي انا بيبقى فايتني مثلا ترند او حاجه جديده، بخصوصا ان انا بتعامل مع الناس، فساعات بلاقي مثلا في ترند او في حاجات معينه حصلت انا مش على درايه بيها. دي حاجه من الحاجات. الاخبار فعلا انا من الاسباب اللي انا خلتني ابعد عن الفيسبوك برضو، اللي انا مش عايز اعرف الاخبار. معرفتي للاخبار مش هتاثر في حاجه بالنسبه لي انا كمحمد يحيى. معرفتي للاخبار مش هتاثر في حاجه، أه لان هتزود لي بس القلق. هتزود لي الانكزايتي بتاعتي وتخليني قلقان على طول الوقت، عمال افكر في اللي جاي. واعتقد دي فكره الاخبار يعني. انت بيجي لك كل شويه نيوز فيد، حصل كذا حصل كذا حصل كذا. ايه اللي زي ما حسين قال، ايه اللي انا هستفيده من المعلومات دي؟ انا لو عايز اعرف حاجه معينه انا ممكن اعمل سيرش عليها واتاكد من مصادر المعلومه دي. هل المعلومه دي صح ولا غلط؟ هل حصل جديد ولا لا؟ لو انا حابب اعرف الخبر. انما الاخبار اللي بتجي لك من غير ما انت تطلبها،
دي بالنسبه لي بتزود قلقي مثلا، بتخليني انا قلقان طول الوقت عمال افكر في المستقبل، ودي حاجه انا بحاول اريح دماغي منها. ده بالنسبه لي هل انا بالنسبه هل بالنسبة انك بتستخدم الانستا، هل الانستجرام انت بالنسبة لك الانستجرام اصدقاء فقط صح؟ لا في اخبار ولا بتتابع لا مش فريق معين او حاجة معينة، هو اصدقاء بس صح ممكن كده؟ حاجه معينه، ممكن فريق مثلا، ممكن حاجه تمام. معينه انا مهتم بيها، حاجه في الساينس، صور تمام. مثلا من ناسا صورت صور جديده في الفضاء، فانا بشوف الحاجات دي بشوفها بعيني، فمساحه النقاشات اقل بكتير جدا من الفيسبوك. طبعا يا محمد، محمد احمد، انت على تويتر احنا عرفنا كل واحد هو انت برضه من ضمن الحاجات المشتركة انك مشترك على الفيسبوك تقريبا، انا الوحيد اللي في التوك دي اه على الفيسبوك يعني. فانت بالنسبه لك حته ان انت الاخبار، انت طبعا اعتقد التويتر هو اللي قايم بالدور ده ولا؟ انا يعني انا طبعا بص انا يعني على حته الاخبار دي، انا طبعا بقالي اكتر من 3 سنين في الفيسبوك، عشان الحته اللي يحيى كان بيتكلم فيها في جدالات كتير بنخش فيها، الناس بتخش في جدالات. وكان عندي مشكله مع فيسبوك بالذات في حته الاخبار دي، انه فيسبوك يعني ما كنتش بشوف فيه ان في مثلا حاجه مثلا موثوقه مثلا بيجيبك، حتى لو الخبر ممكن يكون مش حقيقي. فممكن انا زي ما يجي لي انكزايتي من حاجه مش حقيقيه، او حاجه فعلا مش بنفس القدر المؤثر يعني. صراحة بقالي سنة تقريبا بفتح تويتر. تويتر هو فيه ميزة واحدة بس، انه في مثلا عندي بي بي سي، عندي كذا كذا حاجة موثقة، بحيث ان انا ممكن اشوف الخبر لو حاجة عايز اتابعها بشوفها. ولو ان برضو ساعات بيبقى في اخبار ملهاش لازمة. يعني انا متفق معاكم في حاجات ومختلف معاكم في حاجات، بس انا بالنسبه لي مهم ان انا اعرف المجريات ايه، يعني حتى لو مش كل يوم، حتى لو مش طول اليوم قاعد مشغول بيها، بس على الاقل مره في اليوم كده ابقى عارف يعني الدنيا ماشيه ازاي يعني. فده بالنسبه لي تويتر يعني. تمام. وانا فيها سؤال عندي برضه مهم، هبدا بمحمد احمد حسن برضه. هو انا انا بصراحه مدمن السوشيال ميديا بصراحه. هل اعتقد الغربه ليها جزء كبير من ده، بس انا بعترف بده وان شاء الله يعني اتمنى اطلع من نصايحكم يعني بحاجه فعليه يعني. واول حاجه بداتها ان انا اصلا ما بقتش اتفاعل على الصفحه بتاع البلازما نفسها، وبقيت عملت في جروب على التليجرام، بحيث ان انا لو في يوم من الايام قررت اقفل الفيسبوك او اقفل اي حاجه، انا التليجرام بالنسبه لي ما فيهوش اي حاجه زي الواتساب كده، فما فيهوش اي مشكله في التشتت يعني. مم. فانا كنت منزل برنامج كده على الموبايل اللي هو اللي اسمه السكرين تايم، بيشوف مثلا انا قعدت قد ايه على الابلكيشن المختلفه او على الموبايل نفسه يعني. فوصلت بيا ان في ايام ممكن توصل بيا ل 8 ساعات مثلا. واو. اه، فبما ان انت بتقعد على تويتر، وحسين ممكن برضه ساعات بيقعد على تويتر ويحيى على الانستا، فكنت عايز اعرف مثلا متوسط، ما اعرفش بقى نحسبها بالاسبوع ولا باليوم، بتقعدوا قد ايه على البلاتفورم دي؟ فابدا بيك يا محمد. بص انا يعني اتكلم براحتي معاك اكتر. انت مثلا في الجزء اللي انت بتقول عشان الغربه، زي ما انت عارف انا في فتره كده انا دلوقتي مش شغال، فمش بنزل، فعندي طول اليوم فاضي. تمام. أه قبل لما كنت بعمل مونيتورنج لموضوع الوقت بتاعي، يعني قبل لما كنت باخد بالي من الوقت بتاعي، كان بيضيع مني وقت كتير قوي على السوشيال ميديا. مش عارف انتوا اتكلمتوا في حتة الدوبامين والقصة دي ولا لأ؟ لا لا، لسه معاك، اه اتكلم براحتك. اه يعني كنت عايز اتكلم مثلا ان خلاص احنا دلوقتي يعني ده امر واقع، انه خلاص كل السوشيال ميديا بيزد اون الالجوريثمز بتاعتها بيزد اون الدوبامين، مصايد دوبامين طبعا. بتهيألي كل الناس عارفة دلوقتي، أو يعني بقى في معرفة عامة خلاص إن الدوبامين هو الكيميكال موجود في المخ، اللي هيبقى موجود اسوشيتد، موجود مع السعادة وإن أنت تبقى قاعد مبسوط. ف وده بيترجم بقى على كل الفيديوز والتيك توك والحاجات دي كلها مبنيه ان انت حاجه عجبتك، فانت بيقعد يكرر لك حاجات شبهها، فانت قاعد مبسوط فما بتحسش بالوقت. فانا صراحه ما بقتش مش ما عملتش التكنيك اللي هو انا مثلا هعمل سكرين تايم واشوف انا هعمل ايه. انا اول لما بصراحه يعني اشكر حسين على الحته دي، كنا بنتكلم في مره على موضوع تيك توك، وقال لي شوف انت الوقت والالجوريزم والحاجات اللي بتتعرض لك. الحوار ده مثلا أنا خدت بالي مثلا ان انا ممكن اقعد ساعه مثلا كده انا قاعد والله ما بحس بيهم، يعني عدوا عليا 5 دقايق، وفي الاخر ما بطلعش يعني مخي ده ما استفادش اي حاجه.
تمام، وبحس ان انا مجهد وتركيزي راح. فمن هنا خلاص بعمل كات، انا حاجه مش محتاجها. بعمل ايه انا دلوقتي؟ يعني انا شخصيا دلوقتي خلاص، انا يعني انا عشان عندي تاسكات طول اليوم، انا عامل لنفسي سكيدجول، انا عارف انا النهارده المفروض اخلص ايه. احنا لازم نكون فاهمين ان الانسان هو اغلى حاجه عنده هي الوقت. الوقت هي الحاجه الوحيده اللي مش ممكن تتعوض. فانا شخصيا يعني مثلا دلوقتي الساعه 9 ونص، انا مثلا كل شويه هبص في الساعه. انا خلاص بقت عندي دي، انا ببص في الساعه انا قعدت على ايه بعمل ايه. فاهمني؟ ف انت مش محتاج ابلكيشن عشان اه تتابع ده خلاص يعني. انا بالظبط انا رقيب نفسي يعني. مش هكذب عليك، يعني مثلا الحاجتين اللي بستخدمهم باستمرار لينكد ان وتويتر. لينكد ان فرص كتير جدا. يعني شخصيا انا، انت لو دخلت عندي على البيج بتاعتي على لينكد ان وشفت مثلا الكورسز اللي انا واخدها، انا الحمد لله يعني بفضل الله عليا يعني معدي ال 50 كورس و 60 كورس. ده بسبب على فكره ان انا وفرت وقت، وفرت تركيز. و... وعايز اقول لك ان لينكد ان بيعرفني ان مثلا في موقع عمل مثلا اوفر كورسات ببلاش. فانا حرفيا مثلا يعني ليتس سي مثلا ان انا مثلا، انت مثلا بتقول 8 ساعات، ده رقم كبير جدا يعني. الثمان ساعات ده حرفيا انت ممكن تخلص فيهم يعني هتخلص هو فيهم 8 ده مش يوميا، ده هو ده اعلى رقم وصلت له اه يعني. يعني 8 ساعات ده 8 ساعات ده مظبوط، يعني. صح صح. احنا بنتكلم مثلا في كورسات بتبقى 4 ساعات. طبعا الناس للاسف، شوف انا اقول لك على حاجه برضو، يعني نقطه كده. انا دلوقتي انا لو انت بتقول لي مثلا انا ضيعت مثلا في يوم من الايام 8 ساعات في لا شيء، يعني لو انا قلت لك ممكن تسترجع لي استفدت ايه في الثمان ساعات، هتقول لي لا مفيش حاجه استرجعتها. ممكن الناس تبص على الكورس مثلا في شهاده ب4 ساعات، مثلا يقول لك ايه ده 4 ساعات ده هتعلم فيهم ايه؟ اقسم بالله انت اصلا لما بتكون حاجات جديده عليك ومخك يعمل بقى اتصالات عصبيه كده جديده ويكون حاجات جديده، انت اقسم بالله بتحس ان انت بني ادم تاني. ال ال القيمه بتاعتك قدام نفسك ومخك بيزيد ازاي، لا ده موضوع تاني خالص، متعه تانيه خالص. ف اكيد اكيد طبعا. فيعني فانا شخصيا ده الجزء بتاعي، مش بستخدم السكرين تايم، بس انا في سكيدجول في اليوم، في عدد ساعات. طبعا بحاول اكون ستريكت على قد ما اقدر. في اوقات بضيع وقت ساعات. آه، ممكن مثلا في ايام ببقى زهقان، مثلا ببقى عايز انبسط شويه، ممكن افتح مثلا فيديوز مثلا نص ساعه او حاجه، بس انا عارف ان هم نص ساعه، عشان بعد كده خلاص انا هضيع، فاهم؟ خلاص انا هتسحل مع الحاجه دي. ف... تمام. فبس يعني. بالنسبة لحسين، انت بتقعد على تويتر ساعات ولينكد ان، فممكن تقريبا يعني نظمها ازاي؟ بتفتح اسبوعيا، يوميا، ولا هي غير اهو منظمة؟ بالنسبه لينكد ان انا فاكر يمكن لما انا كنت بتابع بس على تويتر. كنت بالنسبه للينكد ان كنت ممكن افتحه مره كل شهرين حاجه زي كده. بعدين دلوقتي ممكن افتحه مثلا مره في الاسبوع، في الويك اند يعني في اخر الاسبوع ممكن اقعد مثلا نص ساعه ساعه بالكتير قوي يعني. لان ما عنديش حاجه كتير، ما عنديش حاجه كتير قوي بتابعها، انا بس بتابع الاخبار، الناس اللي اعرفهم، اشوف لو حد عمل حاجه بتاع، اشوف الجو عامل ازاي في لينكد ان. معظم لينكد ان يعني بيبقى كلهم ناس بتشتكي من ظروف العمل وكده. بالنسبه تويتر جات لي فتره بستخدمه حوالي مثلا ممكن نص ساعه كل يوم تقريبا، ساعات اقل. في الويك اند ممكن اقعد مثلا ساعه ساعه ونص كمان. بعدين جت فتره كده بقى في زي اللي هو الريكومنديشن سيستم بتاعهم. قبل ما يعني في الفتره اللي ايلون ماسك ابتدى يمسك فيها، بقى يجي لك على الفيد، يعني في الفرونت بيج بيجي لك كله ناس انت ما بتعرفهمش، بيجي لك كلام ناس غريبه كده. فانا في الفتره دي انا قفلت تويتر خالص. بعد كده يمكن من شهرين ولا حاجه بقى عملت تويتر تاني. بعد كده شفت لقيت تحت الاداره الجديده في تويتر طوروا الخوارزميات اول حاجه. بعد كده الشكل الانترفيس نفسه بقى عندك انك انت بتشوف الناس اللي انت بتتابعهم، وتشوف الحاجات اللي هي الحاجات اللي هي ليك، اللي هي الريكومندد فور يو والفولوينج. فانت بتبقى عندك الاختيار، يديك الحريه انك انت تتابع الناس اللي انت بتتابعهم، او تشوف الحاجات اللي هي بقى ايه اللي هي جايه عن طريق الخوارزميات. فده بالنسبه لي كان اللي هو توصلوا الحل. بعدين مثلا انت ممكن تخش على تويتر دلوقتي تشوف لو فيديو تتفرج على فيديو، ممكن تقعد تقلب.
بس تقريبا لحد 10 فيديوهات 7 فيديوهات كده، بعد كده ما بيخليكش تكمل. فهو مش باني هدفه الاصلي على الاعلانات، على عكس فيسبوك. يعني تويتر دلوقتي بقى عنده هم تويتر بلو، فنظام العمل بتاع تويتر مختلف عن نظام العمل بتاع فيسبوك. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش فيسبوك يعني وصل لاني مرحله من الكلام ده، بس انا بالنسبه لي تويتر بقى محكوم قوي. ومعظم الناس اللي بتتكلم عليه الناس اللي بتختارهم تتابعهم يبقوا بيتكلموا كلام هم وازنينه، مش اي حاجه خلاص مثلا انا النهارده اتغديت كذا. فده كان عمل لي، ده اللي خلاني اوفر شويه في الوقت. فدلوقتي ممكن اقول لك دلوقتي مثلا ممكن اتابع التويتر مثلا ممكن مره كل يومين، لان معظم الاخبار زي ما بقول لك انا الاخبار بتابعها من مصدرها الاصلي. فانا بالنسبه لي تويتر مجرد ان بتابع، بشوف بقى الناس اللي انا متابعهم، مش بتابع الاخبار عن طريق تويتر. بالنسبة ليحيى، بما انك يحيى برضو انستا، وهل موضوع الريلز ده بالذات، لان انت الوحيد اللي على الانستا هنا، او محمد احمد حسن برضو موجود، بس أنا كنت عايز اسال برضو بموضوع الريلز. انا برضو من ضمن الحاجات اللي بتضيع وقت جدا على الانستا مثلا بالذات هي الريلز. وبتيجي ازاي؟ بتيجي ان واحد حاطط ريل في ستوري فبفتحها، فبتخش على اللي بعدها بعد كده. فانت تقريبا بتقعد قد ايه، يوميا او اسبوعيا؟ وحته الريل دي بتخش فيها ولا ما استخدامك على الانستا مش مقتصر على بس على الاصدقاء فقط والستوريز بس؟ حته باخد وقت قد ايه دي انا ما حسبتش وقت لنفسي قبل كده. بس الفكره لا هو ممكن مش كتير، لان انا معظم الوقت ببقى مشغول او عندي حاجه اعملها، فبيبقى ان بتوين. مثلا لو انا مثلا مستني حاجه، واقف مثلا بعمل شاي مثلا، فممكن ابص بسرعه كده. انما اللي انا بيبقى الموضوع زي ادمان اللي انا قاعد عليه على طول الوقت، ساعات ممكن تحصل، ممكن يعني يعني ممكن تفلت من ايدي من وقت للتاني، الاقي نفسي مثلا قاعد ساعه ولا ساعه ونص بعملها. بس مش عاده عندي. موضوع الريلز انا ما بتابعش ريلز خالص، يعني حتى لو جات لي ريل بشوفها بروح عامل على طول، يعني بجبر نفسي ان انا اطلع على طول. عشان ان انا عارف الموضوع بيبقى، بتلاقي نفسك داخل في ريل بعد ريل بعد ريل، هتلاقي نفسك الوقت ضاع منك، وهتلاقي نفسك عارف زي ما بتاكل لب. انت بتاكل لب وشفتك بتبقبش من الملح، بس ستيل انت لازم تاكل لب، تكمل تاكل خلاص لب. دخلت خلاص، اه. بالظبط كده. بتلاقي نفسك مش عارف توقف زي اللبانه كده. لما تيجي البانه فهمت. وعايز مثلا عايز تبلع اللبانه مثلا، وعايز تفها، بتلاقي نفسك همضغها مضغه كمان، نفس الحكايه بالنسبه لي. ومش فانت هتسيبها. لو بالظبط كده، فنفس الفكره بالنسبه لي الريل، هتلاقي نفسك بتتفرج على ريل وبعديه وبعديه مش قادر تشيل، مش قادر تبطل. فانا ما بدخلش في المصيده بتاعت الريل دي، حتى لو حد بعتها لي بشوفها وخلاص. انما الانستجرام بالنسبه لي بحاول اتابع الحاجات اللي انا مهتم بيها اكتر. حاجه في الساينس، حد بيتكلم عن حاجه معينه، ومعظمها اغلبيتها بتبقى صور، يعني إن هو لان الفكره الاساسيه في الانستجرام احنا بنشير صور. فهي الصور بتعتمد كتير على رؤيتك انت، على البرسبشن بتاعك، مش على حد عايز يقول لك شوف كذا. تمام. انت لو تمام. صوره بالنسبه لك شداك فانت هتتفرج عليها، مش شداك مش هتتفرج عليها، هتعديها على طول. فانا بالنسبه لي الوقت لا، اي مانج ماي تايم على الانستجرام. تمام. عندي سؤال تاني، هما مرتبطين ببعض. انا كنت عايز بس اقول حاجه على فكره بخصوص تمام انستجرام، تمام. معلش قطعتك يعني. على فكره هو في بس نقطه يعني برضو لازم تكون واضحه يعني. انستجرام لما اتعمل اصلا هو كان معمول عشان يبقى بلاتفورم ماركتنج. يعني الناس احنا بنستخدمه غلط على فكره. الناس بتستخدمه غلط، احنا بنحط صور يعني شخصيا كده يعني. في الاول حاطط صوري انا واصحابي او حاجه او مكان حلو او بتاع. لا هو الحاجه دي معموله عشان حرفيا الناس بتجيب بيها منها فلوس يعني. فانا بس عايز نفصل بس من حته ان احنا كعموم الناس ممكن نضيع وقتنا في السوشيال ميديا ومش هنستفاد حاجه، وحاجه تانية احنا ممكن نستخدمها تنفعنا. يعني انا لو عايز اعرض شغلي او عايز اعرف الناس ان انا آم، يعني ليا بريزنس، ليا بيرسونال براند يعني. انا ممكن عادي استخدم فيسبوك، ممكن استخدم انستجرام، بس لما اعمل البراند بتاعتي، لما يكون انا ليا حاجه عايز ابيعها اكسب منها تفيدني. فالنقطه دي برضه لازم تكون يعني معلش انا مش عارف هي مفيده ولا لا، بس انا حبيت اقولها يعني. لا بس هي مفيده قوي من ناحيه هي انك مفيدة انت عشان، دلوقتي انت اتفضل يا حسين اتفضل.
لا النقطه بس بسيطه، ان دلوقتي انت بتتكلم حلو قوي، انك انت دلوقتي انت دلوقتي بتستخدم السوشيال ميديا لصالحك، دي اول نقطه. النقطه الاهم انك انت بتقول انك انت بقى عندك بقى عندك براند، بقى عندك براند، بس البراند دي عمرها ما تيجي لو انت بتضيع وقتك على السوشيال ميديا. فانت لازم انت بتيجي السوشيال ميديا بقوتك، مش بتاخد قوتك من السوشيال ميديا. صح. صح. ما هو ده يا حسين اللي هي دي النقطه. كنت عايز ادخل، هو ده هيوديني لسؤال تاني. انت دلوقتي لو واحد بعدت عن السوشيال ميديا، احنا هنستثنى او لينكد ان بقى المره دي في السؤال ده يعني، هل مستواك المهني هيتأثر؟ يعني انا بصراحة في ناس عرفتهم على المستوى المهني من الفيسبوك مثلا، او حد عرض عليا فرصة شغل عمل عن طريق الفيسبوك. انت فاهم قصدي؟ فهل لو انا تركت الفيسبوك او تركت السوشيال ميديا، ما هو اكيد، او تعال نخلي السؤال اعم اكتر يعني شوية، ايه العيوب لو سبت السوشيال ميديا خصوصا على المستوى المهني؟ فممكن ابدأ بيك يا حسين، بما انك انت اصلا اوريدي سايب اغلب السوشيال ميديا يعني. لا هو انا بالنسبه لي، انا مش محتاج السوشيال ميديا. انا لقيت بدايل، انا عشان كده خدت القرار ده. يعني انا يمكن القرار الوحيد اللي كان بالنسبه لي صعب قوي، انا كان في لي ابحاث علميه بنزلها فما بتبقاش متوفره. فكان في مجموعه كده على الفيسبوك اسمها ريكوست يور بيبر. فانت بتقول له بس، انت بتقول لهم بس يا جماعه البحث اللي انا عايزه، فبيبعتوا لك اللينك. هم ناس تبقى في جامعات خارج مصر، او في جامعات عندها اكسس للابحاث دي، فبيقدروا يبعتوها لك على طول. فلما جه ساي هاب وانتشر، قلت خلاص انا مش محتاج فيسبوك في حاجه. يعني دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتخلي محتاج فعلا الفيسبوك. يعني دي انا كنت مرتبط بالفيسبوك، معتمد عليه بشكل اساسي في الحته دي. يعني الحته دي مش لاقي حاجه تانيه ابدلها بيه. فمجرد ما لقيت ساي هاب خلاص انا سبت خدت قرار على طول، سبت فيسبوك. طبعا في ناس مثلا بالنسبه لها بيبقى عندها شغل، في ناس بالنسبه لها الفيسبوك ذات نفسه شغل. يعني هو ذات نفسه بيشتغل، الشغل بتاعه بيبيعه على الفيسبوك. في ناس عندها جروبات اللي هي بتقدم خدمه عن طريق الفيسبوك. فهي الفكره كلها ان توصيف الحاله بيبقى كل شخص ليه حالته الشخصيه. انا بالنسبه لي انا ظروفي واحد اتنين ثلاثه. فانا بالنسبه لي، السوشيال ميديا دي بالنسبه لي صعب قوي ان انا اضيع وقت كتير قوي في السوشيال ميديا في الكلام ده. انا مش محتاج الفيسبوك. في واحد تاني بالنسبه له ممكن يستخدم الفيسبوك، خلينا نسميها الاستخدام العادل، ان هو بيستخدم الفيسبوك كويس، بيتواصل مع الناس، بس ما بيضيعش وقت كتير. عقله ما بقاش معتمد على الادمان، وسيله التواصل الاجتماعي. ال- تركيزه ما يبقاش التركيز اللي هو فهمته ثاني ده، اللي هو تيجي تلاقي نفسك بتتكلم مع شخص معين في كلام معين، ما تقدرش تخلص كلامك لان اللي قدامك مش قادر يركز. والمشكله دي بتحصل في الطلبه الجداد، الجيل الجديد اللي بيخش بيدرس سواء في مدارس او جامعات. المدرسين والقائمين على التدريس بيواجهوا صعوبه قوي ان هم يوصلوا معلومات للناس، لانه تركيزهم ذات نفسه مش ما بي مش متعود على الكلام ده. هو متعود على الفيسبوك والتيك توك 10 ثواني والفيديو يخلص خلاص. كده هو ده اخره في التركيز، اكتر من كده مش هيعرف يركز، اتعود على الكلام ده. فانت شايف ان هي العكس كمان، يعني مش بتطورك على المستوى المهني، لا ده ممكن كمان تفسد او تقلل من مستواك في المستوى المهني نفسه، صح كده؟ بالظبط، هو سلاح ذو حدين. انت قد ايه انت مستفاد، وقد ايه انت مش وقد ايه انت متضرر. زي يحيى برضو اتكلم في النقطه دي في الاول، في الانجليزي بتسمى تريد اوف. قد ايه انت هتخسر لو في المكان ده، او قد ايه انت هتكسب. انت بتوزن المعادله. اكيد طبعا، انا بالنسبه لي اكيد طبعا في ناس كتير قوي كنت بتواصل معاها من الدايره اللي هي الثانيه والثالثه الكلام ده، ما اسمعش عنهم حاجه خالص. بس على المستوى الشخصي، بيني وبين ربنا كده، لما تسال يوم القيامه على وقتي انا هبقى راضي اكتر. تمام. بالنسبة انا هرجع لمحمد احمد في السؤال ده بالذات، لان انا عارف ان هو انا عايز اخد منه اجابة كبيرة شوية، لان بخصوصا التسويق للمستوى المهني دي، خصوصا ان هو في فترة بحث عن عمل. بس عايز اسمع اجابة يحيى في الاول، هل السوشيال ميديا مهمة ليك على المستوى المهني ولا لا؟ يعني انسحابك منها ليه عيوب ولا لا؟ آه، يعني انا مثلا دلوقتي في فتره انا مستقر دلوقتي، فانا ما بدورش مثلا على فرصه جديده.
لان خلينا نبقى واضحين، انت ممكن يجي لك فرصه من السماء، فعليا تبقى حاجه فيري تمتنج وانت عايز تروح لها، بس دي فعليا هتشتتك، يعني حاجه هتبقى مغريه بالنسبه لك، مثلا لقيت فرصه مثلا وانت ما بتدورش حاليا، فده هتخليك تحطك في نقطه اللي انا هبتدي افكر في الشغل اللي انا فيه مثلا، هسيبه مش هسيبه ولا لا. انما دلوقتي ما دام انا مستقر دلوقتي، فانا مش محتاج مثلا الفيسبوك او السوشيال ميديا دلوقتي. بعدين احنا عندنا لينكد ان، يعني لينكد ان انا استخدامي ليه ما بيبقاش على طول الوقت، انا بستخدمه وقت ما انا ببقى عايز اشوف حاجه وعايز ادور على حاجه وعايز اتعلم حاجه، ده استخدامي ليه. انما ما بدخلش اتشيك اللينكد ان جاست كده اللي هو بدخل اتشيك، لا، انا بتشيك يعني بيزد اون على النيد بتاعتي، هل انا محتاج حاجه ولا لا. بالنسبه للجانب المهني لا ما اظنش، لان انا لو عايز اتعلم حاجه في بلاتفورمز كتيره او في منصات كتيره ممكن توفر لك الكورسز اللي انت عايز تتعلمها. واعتقد اكتر حد ممكن يفيدنا في النقطه دي محمد حسن، هو اكتر واحد استخدم، يعني اكتر واحد اعرفه واستخدم البلاتفورمز دي عشان يتعلم منها. فما اظنش ان انا هيفوتني كتير يعني في المجال المهني لو بعدت عن الفيسبوك. تمام. ده بالنسبة تمام، متشكر يا يحيى. محمد، بالنسبة للموضوع انك حاليا بتبحث عن عمل، هل شايف ان اللينكد ان كفاية، ولا لو كنت ليك تواجد ملحوظ، يعني زي مثلا بتحط شهادتك انك انهيت كورس؟ يعني حاليا بنشوف ناس، او انا بشوف ناس شغالين على الفيسبوك لو انهى كورس، نشر بيبر، عمل انجاز على المستوى المهني، بينشره على الفيسبوك برضه. واعتقد، او اللي شفته برضه في بعض الحاجات او بعض الناس التفاعل معاه على الفيسبوك اعلى بكتير من لينكد ان. ممكن برضه بحكم تواجد الاقارب والاصدقاء على الفيسبوك مش على لينكد ان يعني. بس هل شايف انسحابك من السوشيال ميديا هل ممكن يأثر على المستوى المهني ليك، خصوصا وانت بتدور على شغل؟ والله يا عمار بص، هو في حتة كده هاخدها من عند حسين، الحتة بتاعت انت شغال في ايه ومحتاج ايه. يعني انا اكلمك بصراحة، انا كنت بدرس. تمام. فكل الشغل اللي جالي كان جالي من الجروبات بتاعت فيسبوك صراحة يعني. يعني كل المرات اللي قدمت فيها على شغل ورحت انترفيوهات واشتغلت وخدت منها فلوس كانت من على فيسبوك في مجال التدريس. احنا عندنا في مصر فيسبوك ليه شعبية جامدة، فعشان كده عليه تفاعل جامد. دي حقيقة يعني، دي مش هنقدر ننكرها يعني. آه، وصراحة أنا مؤخرا كنت بفكر إن أنا زي ما بقول لك كده، أو بتكلم في حتة إن أنا عايز أرجع تاني أفتح فيسبوك، بس مش فيسبوك بقى اللي هو زي زمان لما كنت أفتح عشان أعمل لايك لحد من أصحابي، أو نخش في جدالات مش هتفيدنا، أو أخش في حاجة تخليني أبقى قاعد طول الوقت قلقان ومتوتر ومش هستفاد حاجة يعني. ف لا انا عايز ارجع فيسبوك مثلا ليا بيرسونال براند، يعني انا محمد حسن، انا دلوقتي شغال في كذا، بعرف اعمل كذا، خلصت كورسات كذا، بقدر اقدم خدمات كذا، ده انا عملت مشروع كذا. فالناس تبدا تبني عني صوره نمطيه انه ده شاطر، يحصل تفاعل فيبدا يجي لي اوفرز كويسه. دي نقطه. انا مثلا شخصيا بستخدم لينكد ان في حاجتين. آه، انا شخصيا المجال اللي انا دخلته هو مجال عايز طول الوقت انا بتعلم. انا دخلت مجال الداتا ساينس، فانا طول الوقت حرفيا بتعلم، وحتى لو بشتغل وحتى لو بكسب وحتى لو شغال في وظيفة كويسة لازم طول الوقت انا بتعلم. هو الكارير ده كده يعني. فلينكد ان بيفيدني في ايه؟ انا شخصيا مثلا النهارده مثلا ممكن افتح لينكد ان، الاقي واحد، ودي بتحصل معايا كتير جدا يعني، الاقي واحد منزل شهاده مثلا من موقع اكس، فالموقع ده انا عارف ان هو بفلوس، افتح الموقع الاقي ان هم مثلا عاملين اوفر مثلا 10 ايام، فانا في ال 10 ايام دي ممكن اخد مثلا كورس او حاجه كنت مثلا محتاجها. فدي فرصه، دي اوبورتيونيتي، انا استفدت. لو ما كنتش بفتحه مش هعرف. ساعات بحب ابقى بقيس نفسي انا فين من الناس اللي حواليا واللي شغاله، يعني كتير جدا بلاقي ناس خدت وظائف في حتت انا نفسي اروح، بروح فاتح البروفايل بتاعه. وخصوصا لينكد ان يا جماعه برضو في ليه ايدج بالنسبه لي، انا بحبه جدا لان هو اولا ما فيهوش محتوى الفيديوهات ده، اللي هو فيديوهات مثلا مش هلاقي مثلا الناس عماله تغني ولا ترقص وانا مش هستفاد حاجه، انت فاهمني. لا ده هو كله بيزد اون حاجه بروفيشنال، شركه مثلا حققوا مبيعات، واحد خلص كورسات، واحد بيدي كورسات، واحد عنده يعني كتير جدا بلاقي ناس متشيره ريسورسز نتعلم منها. زي ما بقول لك انا مثلا واحد بشوفه مثلا شغال في شركه حلوه ما شاء الله، اخش مثلا اشوف هو واخد حاجات ايه، واشوف انا واخد الحاجات دي ولا لا. فعلا ببقى عارف انا فين من الدنيا دي.
واصحابي القريبين حتى يعرفوا انا كنت في الاول يعني كنت يمكن اقدم ما حدش يكلمني. لما بقيت اعمل حته ان انا بتابع واتابع اكتر واشوف ده بيخلص ايه، فانا اخلصه واحطه عندي في السي في بتاعي وازود السكيلز بتاعتي. فبقى خلاص بقى يجي لي تليفونات واخش انترفيوهات وتفهمني. فزودت لي الاكسبوجر. حتى يعني حتى انا في ناس بتخش ساعات، يعني انا ساعات اخش ابعت للناس اسالهم، اقول لهم يا جماعه مثلا انا بتعلم كذا، تفتكر ايه اللي ناقصني؟ بصراحه الاغلبيه بلاقي الناس متعاونه بصراحه يعني. بلاقي انا ناس ما تعرفنيش تخش تبعت لي تسالني، فبرضه انا بستفاد وبفيد، تفهمني. تمام، لكن الفيسبوك مش في المعادلة دي، صح كده؟ ففي المجال اللي انا فيه بتهيأ، بص يعني عشان برضه انا زي ما بقول لك على حسب المجال. بس للاسف انا بقول لك فيسبوك في مصر بجد ليه شعبيه جامده، يعني دي حقيقه. وزي ما انت قلت كده التفاعل فيه اكتر والجروبس فيه فعالة اكتر. انما لينكد حتى ان على زي ما المستوى بقول، المهني يعني. اه دي حقيقة. لكن لينكد ان زي ما بقول لك انا بعرف منه فرص وبقدم منه على شغل، انت فاهمني، يعني في ده وفي ده. بس يعني زي ما كان يحيى بيتكلم كده، انا محتاج ايه دلوقتي؟ فانا بموديوليت الحاجة بتاع حاجتي على اللي انا عايزه، انت فاهمني. هي بصراحة دي أجمل حاجة يعني ممكن أكون طلعت بيها بصراحة من الكلام. فكرة إن أنت مش لازم تقول النهاردة أنا هوقف سوشيال ميديا نهائيا ومش هرجع لها تاني أو ترجع لها تاني. هي فعلا أنت دلوقتي بتعمل إيه، محتاج إيه، يعني على قد ما أنت محتاجها على قد ما أنت بتوظفها ليك يعني. فأنا كده هختم بس بسؤال كده يعني أخير، يعني هبدأ بحسين لأن حسين بصراحة استفدت منه جدا في الجزئية دي. وحابب يعني لو احنا بما ان احنا مسجلين اللقاء ده، السؤال الاولاني اكيد انت كان عندك، كلنا كان عندنا فيسبوك وكلنا وانتوا اغلبكم وقف او كلكم وقفتوه. فالسؤال الاولاني ايه الشعور اللي انت على المستوى الذهني على المستوى النفسي بعد ما وقفت؟ طبعا مش هقول لك بعد ما وقفت النهارده بكره حصل ايه، لا بعدها مثلا بسنه او بسنتين، ايه التغير اللي حصل على مستوى تفكيرك او احساسك؟ السؤال التاني ايه البدايل؟ ما هو انا برضو كلنا عندنا معانا موبايلات وبنفتح انترنت، فايه مش هقول لك البدائل بتاعت السوشيال ميديا، لكن مثلا حسين مثلا ذكر ان هو بيفتح بعض البلاتفورمز اللي بيعرف منها الاخبار. من ضمن اكتر الحاجات اللي انا بفتحها بصراحه من حسين قال لي عليها ومفيده جدا اللي هي بتاعت هاكر نيوز دي. بصراحه بتلم لي حاجات غريبه واتعرفت منها على ناس بتكتب بلوجز جامده جدا، سواء على المستوى الشخصي او حاجه مهنيه. اتعرفت على عالم تاني يعني. فكنت عايز اعرف ايه الاحساس اللي انت حسيته لما قفلت السوشيال ميديا، او ده ادى تطور فيك ايه. الحاجة التانية ايه الحاجات اللي بتفتحها حاسس ان الناس ما تعرفهاش بس نفسك الناس تعرفها؟ يعني انا مثلا بفتح مثلا اضاءات مثلا، ده موقع جميل جدا مثلا. وفي اللي هو اراجيك، ده بيكتب برضو بعض المقالات العربية يعني، وجميل جدا. فكنت عايز اعرف كل واحد فيكم. السؤال تاني أخيرا الإحساس اللي أنت أو التطور اللي حصل لك بعد ما قفلت الفيسبوك خصوصا. الحاجة التانية بتفتح إيه حاجات حاسس إن مهم أوي الناس تعرفها يعني. فأنا هخلي حسين في الآخر إن عايز أخد منه أكتر. فهبدأ بيك يا يحيى. آه، هو في الاول طبعا بيبقى الواحد مش هو ده يحيى حصل عنده دروب، أول ما يرجع. اتفضل يا محمد يا أحمد. طيب طبعا انا محتاج استرس قوي على الحته بتاعت ان انت لما كنا، انا عن شخصيا لما كنت بفتح فيسبوك، يا جماعه نركز في الحته دي. بخش في جدالات، كل واحد ليه رأي، كل واحد بيبقى عنده استنى لغايه لما يحيى يخلص ولا؟ لا كمل بعد كده هرجع ليحيى. ماشي كمل اوكي. وهرجع ليحيى على طول. اوكي زي ما بقول لك الحوار الشاشه والكيبورد ده بيدي للناس شجاعه ان هي تقول حاجات كتير قوي ممكن ما تقولهاش في الحقيقه، فبنلاقي نفسنا ان احنا بنخش في جدالات. الجدالات دي حرفيا بتصيب البني ادم، اولا بتاخد من تركيزه. انا شخصيا كنت بحس بغل في اوقات كتير قوي، بحس ان انا حاجه معصباني جدا او حاجه، وهي حرفيا يعني لما انا ابتعدت عنها ما بقتش هي مؤثره عليا، فبقيت مرتاح. في حاجه تانية مهمه جدا الناس
يعني يا رب الناس فعلا تاخد بالها منها. انا بفتح انستجرام، لو فتحته مثلا بلاقي الناس كلها مسافره مبسوطه بتخرج، بتتفسح، بيحبوا بعض كل حاجه حلوه في الدنيا. كل حاجه حلوه في الدنيا مش عندي. فببدا ان انا احس دايما ان في حاجه ناقصاني. ولما باجي اقابل الناس دي في الحقيقه بلاقي ان هم عايشين زيي. بلاقي ان انا ممكن اكون انا خرجت وانبسطت وفي الناس بتحبني وفي كل حاجه كويسه، بس الفرق ان انا مش مستمد شعور السعاده والانبساط بعدد اللايكات اللي هتجيلي. يعني اتمنى ان النقطه دي تكون واضحه. لما ببتعد عن الحاجات دي انا اولا انا مرتاح نفسيا، تركيزي اعلى. زي ما بقول لك، الكورسات دي مش كورسات وخلاص، مش اسمها كورسات وخلاص. لا، ده انا محمد حسن بتاع السنه دي مختلف تماما عن 2015 و16 و17. كل ما بيعدي وقت وانا بعيد عن الحاجه دي وبستثمرها في حاجه بتعلمها، انا بقى عندي شبكه معرفيه اكبر بكتير جدا 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 من قبل كده. ف استثمروا وقتكم في حاجه مفيده يعني. بس تكملة السؤال، هل في حاجة بتفتحها أو مواقع حاسس إن هي مش معروفة أو مفيدة مثلا؟ يعني مثلا خلينا مثلا كنت بتاخد كورسات دلوقتي، إيه البلاتفورمز أو مش البلاتفورمز، إيه الويب سايتس اللي أنت بتفتحها أو بتاخد منها كورساتك الفترة الأخيرة دي؟ بص، النقطه دي برضو كل حاجه في منها بفلوس في منها ببلاش، في حاجات روعه ببلاش. حرفيا انا مثلا ليتس سي انا مثلا، عندك مثلا كان اكاديمي مثلا، او هي معروفه بخان اكاديمي. الموقع ده فيه شرح تمام في كل المواد اللي تتخيلها كلها. آه، الشرح ده فيه بعديه اسئله بتمتحن. اه ما فيهوش شهادات بس فيه علم. ده مثلا موقع فوق التحفه. اي حد عنده اي حاجه ناقصه في الشغل او في دراسته وعايز يفهمها وكده، خان اكاديمي. صدق لو تصدق يعني. يوتيوب مثلا في تشانلز رائعه 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 يعني. انت ممكن مثلا في مره نبقى اجمع لك مثلا اجمع لك الحاجات اللي انا مهتم بيها فانا متابعها، ونتابع ونحط الريسورسز دي عندك الناس تستفاد منها. لا، في حاجات تحفه يعني بتعلم منها. فانا لينكد ان فرص وتعليم، اكاديمي، يوتيوب شانلز معينه مستفاد منها جدا يعني. بس تمام. شكرا يا محمد. العفو. يحيى، نفس السؤال، حسيت اه بإيه قبل ما تقفل؟ حسيت بإيه بعد ما قفلت، سواء على المستوى القصير أو على المستوى البعيد؟ وإيه الحاجات اللي لو في موقع بتفتحها، في حاجات بلوجز متابعها أو حاجة معينة شايف إن هي مفيدة تشاركنا بيها يعني؟ الواحد اول ما بيبعد عن حاجه هو متعود عليها بيحس ان هو متضايق، وتحس ان انت زي ما تكون سبت الحفله بدري. آه، الشعور ده اللي هو انت فايتك حاجه، ان في حاجه بتحصل حواليك وانت فايتاك، بيجي لك الشعور ده في الاول. بس بعد كده بتبدا تركز انت على اهتماماتك اكتر، على انت الحاجه دي بتعملها ليه. يعني من الاسباب اللي انا خلتني مثلا ابعد، اللي انا بقيت بحس ان في حاجات مجوفه احنا مجرد بنعملها لمجرد عشان نملى القوالب، مش عشان يعني مثلا لما حد مثلا حصلت له حاله وفاه فانا بكتب له البقاء لله، مجرد يعني ما فيهاش فيلينج، ما فيهاش سنس. فدي من الحاجات اللي خلتني اركز في نفسي اكتر، عايز اركز في نفسي اكتر، فبعدت عن الفيسبوك. ده الشعور الواحد بيحس زي ما قلت لك كده، اللي هو متضايق في الاول، بس بعد كده بتبدا تركز على نفسك اكتر، وايه الحاجات اللي انت حاسسها فعلا، ومش اللي انت عايز توريها مجرد توريها للناس. فبتبدا تبني شخصيتك اكتر من غير مؤثرات اللي بتاثر عليك من بره، بتخلي شخصيتك مش واضحه، بتخليك نفسك مش عارف تاخد القرار صح ولا غلط، لانك انت عندك مدخلات كتير جدا في السوشيال ميديا بتجيلك، فانت بتخليك مش قادر تاخد قرارك صح. الناس اللي لسه صغيرين، اللي هم الشباب، بيبقى مش قادر يكون شخصيته لان اللي حواليه دول كلهم بيساعدوا في تكوين شخصيته، فهو بيتاثر باللي حواليه دول كلهم، هو ما كونش شخصيته بنفسه. فبعده عن السوشيال ميديا في الفتره دي اعتقد هتساعده كتير، اللي هو يفهم مشاعره ويفهم اللي حواليه اكتر بطريقه مور فيزيكال اكتر، من مجرد زي محمد حسن بيتكلم، اللي هو اللي بنسميهم كيبورد ووريرز دول، اللي انت بتتناقش او ممكن تهاجم لمجرد اللي انت حاسس بالامان ورا الكيبورد بتاعك. دي بوينت معينه. الحاجات اللي انا بتابعها انا حاليا، لا يعني السنسي بتاعي او المعلم بتاعي في موضوع الاونلاين ليرنينج هو محمد حسن.
بحتاج اتعلم على حاجه، اتعلم حاجه او استفيد من حاجه، بساله اعرفها منين. انما انا حاليا لا، مفيش حاجه معينه متابعها عشان اتعلم منها يعني. تمام، متشكر جدا يا يحيى. آه. حسين، واتمنى تزيدنا في بعض الحاجات اللي انت بتتابعها، لان هي بصراحة مغيرة فيها كتير يعني. فايه اللي استنى اجيب حسيته ورقه لما وقلم. انا فعلا معايا ورقة وقلم والله، وكاتب فيه خان اكاديمي، وكاتب فيه يعني انا باخد نوتس وانتوا بتتكلموا فعلا يعني. فاتفضل يا حسين، ايه هو اللي انت حسيته هو بعد ما كان- تركت اغلب هو السوشيال هو والحاجات اللي نفس انت نفس بتتابعها؟ نفس الكلام اللي يمكن اللي قاله يحيى ومحمد احمد. بالنسبه للشعور اللي هو اول شعور طبعا بيجي لك اول ما تسيب الفيسبوك على طول بيجي لك شعور انك انت في حاجه فايتاك. لان هو ده كان نفس الشعور اللي كان بيجي اللي انت بقيت متبرمج عليه، وبقيت تملاه عن طريق الفيسبوك. فانت مجرد شلت الفيسبوك، فالاحساس شعور لسه موجود، اللي هو انت حاسس ان فايتك حاجه، حاسس ان انت عايز تفتح وانت قاعد مثلا بتذاكر، انت لا انا لازم افتح فيسبوك يمكن في حاجه جديده حصلت. بتفتح بقى وتقعد بقى اللي هي نص ساعه ساعه، بتروح في الوقت ده. وفي نفس الوقت محمد احمد بقى ادى مثال قوي قوي عن ناحيتين. ادى مثال عن ازاي السوشيال ميديا ممكن تاثر عليه بشكل سلبي، اللي هو بتشوف الناس بتخرج وتتصور مصوره الناس مبسوطه وفرحانه، وتحس انك انت عندك شعور في حاجه غلط. انت مش عايش. انت في حاجه مش متظبطه. انت كحيان يا محمد. ف والشعور التاني اللي محمد احمد اللي هو شافه، اللي هو قال لك انا شفت ده عنده الشغلانه دي، فدخلت شفت هو اتعلم ايه، وانا ابتديت اطور المهارات اللي دي. فده ده بيبين لك الناحيتين، ناحيه انك انت تكون انت بتوجه، او السوشيال ميديا هي اللي سايقاك، وانت اللي بتسوق السوشيال ميديا. انت رايح عندك هدف معين انت محدده. فانت لما انت اول ما بتسيب السوشيال ميديا او ما تسيبش الفيسبوك، يبقى عندك وقت، يبقى عندك فراغ. بدل ما انت قاعد في الدوشه بتاعت الفيسبوك، انت دلوقتي بتعرف تبص لنفسك، بتقعد، يبقى عندك وقت تعرف تقرا، عندك وقت تعرف تكتب. انك انت اول ما تقعد عندك وقت تعرف تكتب، بتقرا لما تيجي تقرا ما تقراش مثلا مجرد سطرين ثلاثه، انت يبقى عندك وقت تقرا مقال كله. يبقى عندك اللي هي الطمانينه، انك انت تقعد كده تبقى هادي البال، وتعرف تقرا كتاب. ممكن تقرا كتاب، لكن صعب قوي انت على الفيسبوك تتابع الاثنين مع بعض، هتاخد معلومات صغيره جدا. فانت مجرد ما بدل ما انت بتستهلك معلومات خفيفه قوي كده زي السكريات كده، زي شويه السكريات، لا انت بقيت تقرا حاجات دسمه، حاجات دسمه من ناحيه قيمه، من ناحيه كميه المعلومات وقيمه المعلومات. طب انت بتلاقي نفسك مع الوقت انت عقلك ذات نفسه اتطور. انت لما تيجي تتكلم حد يقول لك اه ده فعلا، لا ده انت رايك ليه قيمه، انك انت راجل حكيم. الحكمه بتيجي عن طريق معرفتك للشيء وخبرتك ذات نفسك. الحاجات دي عمرها ما هتتطور عن طريق السوشيال ميديا. انت لو سبت نفسك في السوشيال ميديا عمرها ما هتحصل. فبتيجي عند لحظه انك انت خلاص انا دلوقتي بطلت السوشيال ميديا، محتاج تملى الوقت ده. طبعا الوقت ده اذا ما كانش الوقت ده اصلا متاخد من حاجات اساسيه، فانت بترجع فانت بتملاه بحاجه زياده. انما هو لو متاخد من حاجه اساسيه مثلا، سواء كان مذاكرتك، سواء كان رياضتك او عبادتك، فانت هترجع لمستواك اللي هو الطبيعي، هترجع انسان سوي. اذا انت بقى ده جاي بوقت بقى بيبقى بالنسبه لك وقت فراغ، فانت تخش تقرا زي ما انت كنت بتتكلم دلوقتي. دلوقتي بتقول على هاكر نيوز. هاكر نيوز، ميزه هاكر نيوز هي زي ده بلاتفورم، منصه الناس بتشير عليه حاجات، وهو تكست بيز يعني. بس معظمها ان واحد بيشير لينك معين او كلام هو كاتبه، ويبقى زي هو زي فرونت بيج كده، بيترتب لك من 1 ل 50، 1 ل 25، وتقعد تقلب لكل الاخبار. هي بتترتب. معظم الناس اللي بتكتب عليها بيبقوا ناس شغالين في التكنولوجيا. الميزه اللي فيه حصل له تنظيم، في مودريشن قوي قوي ليه. ان ما فيش اي حد بيتكلم في اي حاجه بعيد عن التكنولوجيا، عن الموضوع الاصلي والتكنولوجيا. والناس فيها كلها محترمين، واللي بيتكلم بيهدم يعني اللي مش عاجبه الفكره، فبيهدم في الفكره الاصليه. ما بيتكلمش مثلا انك انت طريقه كتابتك وحشه، لا ما بيشخصنش في الموضوع. ففي زي قوانين ذاتيه بتحكم السوشيال ميديا. فهي انت تستفاد منها. هتلاقي مثلا واحد مثلا، خلينا ندي مثال مثلا. دلوقتي كان في خبر مثلا، واحد كان بيتكلم، ده المقال اللي انا قريته مثلا،
خبر كان مشهور ان واحد كان بيتكلم عن اللي هو انا قريت 100 كتاب في السنه، وعمل الكلام ده، وكان بيتكلم في النقطه دي ان هو انا لو كنت قريت الكتاب اللي انا عايز اقراه، لو انا قريت كتاب واحد، مجرد كتاب واحد 100 مره، كان هيبقى افيد لي من اقرا 100 كتاب مره في السنه. فدي حاجه، دي بيديك، انت بتخش دلوقتي بقيت تعرف الاخبار من مصدرها الاصلي، بتقرا بتقرا كلام الناس ذات نفسه، مش بتخش تشوف صوره مش عارف كلب، صوره حد اكل النهارده اتفسح، خبر الكلام ده. ده كان اول نقطه، ان انا دلوقتي بقيت اشوف حاجات تانية، استخلص منها معلومات استفاد منها. وفي نفس الوقت الاخبار اللي هي الاخبار اللي انا بقى عارفها، اللي هي الاخبار اليوميه، اخبار الاحداث الاقتصاديه، الاحداث السياسيه، بخش على الموقع الاصلي. مثلا عندك البي بي سي نيوز، تخش البي بي سي نيوز، بتخش مثلا تتابع الموقع الاصلي اللي هو مثلا على اليوتيوب شانل بتاعهم، على قناه اليوتيوب ذات نفسها، هتلاقي الناس دي منزله المحتوى الاصلي بتاعهم، اللي هم اصلا بيشيروه بعد كده على الفيسبوك. فانت ركز على المصدر الاصلي وتابعه. بالنسبه بقى ده بالنسبه بصفه عامه، ان انا بعد ما سبت ده بقيت اركز على المصادر الاصليه. في بقى بلاتفورمز تانية انت ممكن تستفاد منها، في مثلا حاجه زي فيدر ده موقع بيعتمد على الار اس اس. ار اس اس ده لو تقول لنا بروتوكول، برضو السبيلنج يا حسين معلش، هيكون مفيد بالنسبة الار لنا يعني. ار فيدر، FEDR.com، فيدر. انا اسف، فيدلي، فيد ال واي اف دبل اي دي ال واي دوت كوم. ده زي منصه لاستخدام البروتوكول، هو اللي هو الار اس اس. الار اس اس ده انت تعمل سبسكريبشن عليه، واي حاجه جديده بتجيلك بتتبعت لك عليه، بتظهر لك زي لسته كده. وندرفul. يعني انت بتخش على الميزه، كل ويب سايت وتجيب الفيد بتاعه وتربطه المفروض بده معظم قصدك؟ معظم 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 بالظبط، معظم المواقع اللي عندها اللي هي عندها الار اس اس. فانت بقيت تتحكم انت في المعلومات اللي بتجيلك، مش اللوغاريتميات اللي هي بتاعت المنصات التواصل الاجتماعي، اللي هي تعتمد ان هي تخليك مدمن للمنصه دي، هي اللي بتسوق لك الاخبار. بقيت انت متحكم في الاخبار ذات نفسها. هي معلش، فيدلي ولا هي فيبل؟ معلش استخدمت يا حسين. اي ار اس اس. فيدلي، اف اي دبل اي اي دي دبل دي اي. تمام. دي ال اللي ايه بقى واي؟ واي. مم. هو كود اللوجو بتاعه ابلكيشن. كده اخضر وفيه ثلاثة بالظبط اوكي. شراب كده. ايوه بالظبط. تمام. أنا طبعا انا ما اعرفوش قبل فانت كده بصراحة، دي بتتحكم، اول مرة. ممكن تخش مثلا على المجلات العلميه حتى. ممكن تخش على المجلات العلميه ذات نفسها، اليوتيوب شانلز ذات نفسها ممكن تبقى موجوده عندك عليها. تويتر، اخبار تويتر، لان هو ده بروتوكول اصلا، بروتوكول يعني نظام زي برنامج، زي وسيله برنامج على الانترنت، ده اسمه بروتوكول، زي الاتش تي تي بي كده. انت بيديك القدره انك انت تتحكم، لو في حاجه مش عاجباك انت بتلغيها، في حاجه عاجباك بتضيفها على طول للار اس اس، انت بتتابعه بقى في الوقت انت محدده لنفسك. تمام يا حسين، ربنا يجزيك خير يا رب. لو في حاجة تانية عايز تضيفها او حد عايز يضيف كلمة أخيرة، اتفضل. لا، انا اهم حاجه بالنسبه لي ان الانسان يخلي باله من وقته، وان الانسان لازم يقرا ان اول كلمه نزلت في القران هي اقرا. فالانسان لازم يقرا ولازم يقرا حاجات مفيده، ان هو هيتحاسب على وقته.
بس وطبعا في فتحنا مواضيع كتيره جدا ليها علاقه بالادمان والكلام ده، بس ما تعمقناش فيها يعني. يمكن مره تانية ان شاء الله نتكلم في الكلام. هو بصراحة أنا لقيت يعني حاجات كتيرة جدا اتكلمت عن زي ما محمد ذكر، محمد أحمد، الدوبامين، و... وأنت ذكرت فكرة إنك أنت الصفاء الذهني وإنك تقعد تستغل ده، ويحيى ذكر فكرة إنك من ورا الشاشة بتهاجم. أنا حاسس إن الحاجات دي اتذكرت في حاجات كتيرة جدا أنا سمعتها مؤخرا كمان، خصوصا الخاصة بموضوع الدوبامين. لكن أنا كان يهمني أكتر أستفيد من حد خاض التجربة. وعندي كان ليه الأسئلة بتاعت لو طب أصدقائك هتعمل إيه، طب والعائلة، طب ولو أنت مغترب وعايز تعرف الأخبار، طب تواصلك مع الناس، اللي هي الحاجات الفعلية اللي أنا كان نفسي ألاقي حد مجاوب عليها بصراحة. لأن أنا عرفت إن السوشيال ميديا وحشة أو غلط، طب تمام أعمل إيه بقى؟ بس كنت عايز أعرف الجانب الآخر من لو في حد مبطل، والمواقع اللي بيدخل عليها اللي هو ازاي بيتابع الأخبار، ازاي بيشوف الأمور، طب هو بيقضي وقته في إيه. كانت هي دي الأسئلة اللي كانت شاغلة تفكيري أكتر يعني. فأتمنى نكون أعتقد جاوبنا على كلها تقريبا بفضل الله. أنا كنت عامل لستة كده معلم انا عليها احب كلها. انا احب اشكرك جدا على المبادره دي، واحب اشكر يحيى ومحمد برضه على ربنا وجودهم يجزيكم معانا. خير يا رب. ده الشرف لينا يا فندم. تمام، في حفظ الله. أنا كده هوقف الريكورد وهنهي لغاية هنا. جزاكم الله كل خير. حفظ الله. مع السلامة.